ماشي. مع شابتر 4 وآخر أسئلة في فاينل 24 1 و2 و3 و4 و6 و7 و8 و26 و27. تمام. كل دول غالبا بيتكلموا عن الريبليس، والرينج والحاجات دي. فاللي قاعد بيقول الرينج نازل الرينج والريبليس والحاجات دي، فانت شوف ده، لان انا غالبا شرحهم هيبقى نظري، يعني هنزل شرح هيكون نظري، فانت شوف ده تطبيق عملي، فاهم؟ افهم انا بعمل ايه واعمل زيه. هو الريبليس شبه الرينج عامه. طيب ماشي، نيجي مع اول سؤال وتاني سؤال نفس الرسمه. بيقول لك عندي فورس باراليل، ماشي، عاوزني اعمل لهم ريبليس. طيب عاوز يعرف الريزلتنت مومنت اباوت ذا واي اكسس ومكانها فين. يعني ايه ريبليس؟ ريبليس يعني شيل القوه اللي هنا وحط لي قوه واحده اف ار، تمام، وانت شيل المومنت اللي هنا اللي بيعملوا دول وجيب لي المومنت بتاع الاف ار. يعني ايه؟ هقول لكم. انا دلوقتي لما اشيل دول هجيب ريزلت، دول بيعملوا مومنت والريزلتنت بتعمل مومنت، تمام، الاثنين نفس المومنت، تمام. فانا بستغل من ده ان انا بقدر اجيب مسافه الريزلتنت، واقول لكم ازاي في الحل. دلوقتي اول حاجه هو عاوز يعرف المومنت اباوت واي اكسس. اول حاجه انا محتاج اجيب، او ماشي تعالى نجيب مومنت اباوت واي اكسس. احنا قلنا الاسهم بتاعتنا ده هيبقى كده، السهم كده، ده سهم لتحت، قلنا ده هتبقى كده، السهم لفوق، سهم كده، قلنا الزد هتبقى كده، اللي هي ايه كده اهو، كده، تمام. بتاعت الاسهم اللي احنا بعرف منهم اتجاهات. انا بجيب مومنت اباوت واي. بص واي، حتى بص 4 اسهم بتوع واي، دول 4 اسهم بتوع واي، مفيش ولا واحد اصلا نفس شكل الاسهم دي. ليه؟ لان الاسهم دي باراليل للواي اكسس. لما نلاقي اسهم باراليل للمحور اللي بلف حوالينه ملهمش مومنت، لما الاقي اسهم بتقطع المحور اللي انا بلف حوالينه ملهاش مومنت. فبالتالي اول سؤال اجابته ايه، مومنت واي بزيرو، مفيش ولا قوه من دول اصلا بتعمل مومنت. طيب تاني حاجه بيقول لي عاوز يعرف مكان الريزلتنت فين، والريزلتنت على اكس زد بلين. طيب اول حاجه اجيب الريزلتنت طبعا ما عنديش، ما دام هم كلهم في الواي يبقى الريزلتنت هتساوي مجموعهم في الواي. الاف ار هتساوي 2 و5 و3 بكام؟ ب10. والاف ار فيكتور مش لازم اجيب لها يونت فيكتور، هي في اتجاه الواي السالب، يبقى هي سالب 10 جي، تمام. وهي اكيد واقفه هنا. عاوز يعرف مكانها، طبيعي من المنطقي جدا ان هي هتكون هنا، ان هي هتكون مثلا السهم جاي كده اهو في نصهم، عامل مسافه مع الاكس وعامل مسافه مع الزد معرفهاش. المسافه اللي مع الزد هي مسافه اكس بالنسبه للمحور اللي هي تحتيه، والمسافه دي هي بالنسبه لمحور زد هي مسافه زد، ان هو بعد قد ايه عن زد وهنا بعد قد ايه عن اكس. طيب الريزلتنت دي وده قيمتها 10، تمام، هتعمل مومنت وهساويه بالمومنت بتاع الفورسز. فتعالوا نجيب المومنت بتاع الفورسز. اول حاجه مومنت الفورسز، احنا قلنا مومنت اباوت واي يساوي 0، خليني مومنت اباوت اكس. مومنت اباوت اكس هنجيبه، ده محور اكس، كل القوى فوق الاكس، فده السهم بتاع فوق الاكس. بيقول لك اي حاجه ماشيه كده موجب، كلهم ماشيين كده يبقى كلهم موجب. ماشي، 3 في المسافه العموديه، 3 في نص، زائد قلنا كلهم موجب، 2 في المسافه العموديه اللي هي 2 ونص، 2 في 2 ونص، زائد 5 قلنا كلهم موجب، 5 في المسافه العموديه اللي هي 1 ونص، تطلع معاك بسرعه، ثانيه القلم وقع، ماشي، تطلع معاك 3 في نص زائد 2 في 2 ونص زائد 5 في 1 ونص، ثانية كاتب حاجة، 3 في نص زائد 2 في 1 ونص 5 في 1 ونص 14. مومنت اباوت اكس ب14، مومنت اباوت زد، ده السهم اللي يخصهم، بيقول لك اي سهم جاي من هنا لهنا موجب، دول جايين من هنا لهنا لا كلهم من الناحية التانية يبقى كلهم سالب. ماشي، يبقى بيساوي، نمسك ال5 سالب 5. طيب المسافة العمودية تبعد قد ايه عن زد؟ 0.5 ضرب 0.5. ماشي، الاتنين سالب 2 قلنا كلهم سالب، المسافة العمودية 1.5 ضرب 1.5 ناقص 3، هنا تبعد قد ايه؟
تبعد قد ايه؟ تبعد 1.5 برضه، تبعد 1.5. كل ده بيساوي، هنحسبها، -5 في 1.5 ناقص 2 في 1.5 ناقص 3 في 1.5 -10. اداني -10. تمام. ده بالنسبة للمومنت بتاع القوة. المومنت بتاع الار، اكيد طبعا هتعمل مومنت على الواي بزيرو لان هي بارل للواي، ومومنت على الاكس. هتعمل مومنت على الاكس ازاي؟ هي هنا وماشيه كده، يبقى هي موجب، يبقى هي 10 ضرب المسافه اللي معرفهاش اللي هي زد. طيب المومنت باوت زد، مومنت باوت زد، السهم بتاعها كده اهو، يبقى هي ماشيه سالب، ان هي المفروض لو ماشيه كده موجب، فهي ماشيه كده يبقى هي سالب، يبقى سالب 10 مضروب في المسافه العموديه. تبعد قد ايه عن زد؟ مسافه اكس. تمام. طيب ده المومنت بتاع الار بيساوي المومنت بتاع القوه. تمام، يعني مومنت ار بتاع الاكس بيساوي مومنت اكس اللي احنا جبناه من فوق. فالمومنت ار بتاع الاكس ب10 زد، والمومنت بتاع الاكس بتاع القوه كان فين اهو، الاكس ب14 يبقى الزد بكام؟ ب1.4. طيب المومنت بتاع الار بتاع الزد بيساوي مومنت زد، مومنت ار بتاع زد اهو -10 اكس، بيساوي مومنت زد جبناه كان -10. يبقى -10. نقدر نروح الناحية التانية، يبقى الإكس إيه؟ ب1. يبقى إحداثياته x1 0 1.4. هل دي موجودة؟ لا، كل الإجابات معكوسة، فهو إيه؟ السؤال ده معمول غلط. طيب ننزل الرسمة اللي بعدها 2D. تمام، الرسمة أهي بيقول لك the force acting replace، برضه عاوز أشيل كل القوة دي و replace الريزلتنت، عاوز يعرف الريزلتنت الماجنتيك بتاعها. ماشي، عاوز يعرف الريزلتنت. تعالى نجيب ده شغل 2D عادي. الاف اكس سميشن اف اكس يساوي ايه؟ القوة اللي على الاكس هي دي بس 600. جميل. سميشن اف واي. طيب عندي -200 عشان نزل تحت، زائد -400 زائد -200 اللي هي بسالب 800 عشان نزل تحت. تمام، عاوز اجيب الار عموما، يبقى 600 بار 2 زائد 800 بار 2. ما كتبتش السالب لان كده بار 2 دي طيارة، بار 2 بلس 800 تديك 1000. تمام، 1000. ماشي، عاوز يعرف الثيتا. اول حاجه انا بعتمد الاشارات دي، ارسم اكس اكسس واي اكسس واكس اكسس. احنا قلنا اكس موجب وواي سالب، يبقى انا في الربع ده. تمام. يبقى الزاويه اللي هاخدها هعملها 360 ماينس. طيب احنا ده تان الثيتا بتساوي تان انفرس اف واي على اف اكس. ما بكتبش اشارات هنا. طيب شيفت تان ايه 800، ما بكتبش الاشاره، قلت على 600. شرح الطريقه دي بالتفصيل في فيديوهات شابتر 2. ادتني 53. طيب بص الإجابات مش مديني رقم كبير، يعني 360 ماينس 53 هتديني رقم كبير. فهنا هنختار أنهي؟ هنختار السالب. السالب معناه إن هي نازلة لتحت. تمام، هتبقى اختيار A. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك the equation of the line of action of the resultant force. تلاقي السؤال شكله غريب، equation إيه و resultant force إيه؟ أنت عاوز إيه؟ بكل بساطة هنعمل نفس اللي إحنا عملناه في السؤال اللي فات، اللي هو أجيب المومنت والمومنت وصلين ببعض. ماشي، عاوز أجيب المومنت عند نقطة O، عند نقطة A بقى. مومنت A بيساوي دي لمسة. بص تعالوا برضو ايه نرسم لكم الأسهم كده. عندي سهمين، لو شدنا الزد اكسس هيبقى عندي هنا سهم كده، هيبقى عندنا سهم. فككم من دول لأن ما عنديش قوة فيهم، عندي قوة كلها هنا، فاستعمل دي. مومنت اباوت ايه؟ اصلا الاتجاه كلها عكس، يعني ده كده وده كده، ده كده ده كده وده كده، بعملهم من ايدي اليمين، أول مرة بعملهم من ايدي اليمين. طيب دي الاتجاهات الموجب، ده وده دي الاتجاهات الموجب. طيب المومنت اباوت ايه؟ دي لمسة النقطة فمالهاش مومنت، دي ده السهم بتاعها. تمام، دي نازله وبيقول لك الموجب طالع، يبقى هي سالب، يبقى سالب 400. تبعد قد ايه عن نقطه ايه؟ شدها، تبعد الجزء ده اللي هو نص، ضرب نص. ماشي، دي نفس الكلام، الموجب طالع لفوق، هي نازله لتحت، يبقى هي سالب 200. تبعد قد ايه؟ تبعد 1.
اضربها في 1 نص ونص 1. طيب بعد كده 400 بيقول لك الموجب كده اهو هي ماشية عكس يبقى سالب 600 ضرب المسافة العمودية اللي هي دي 1.5. طيب يساوي سالب 400 ضرب نص ناقص 200 ضرب 1 ناقص 600 ضرب 1.5 هتديك سالب 13000. تمام ده كده المومنت. عاوز اجيب بقى المومنت بتاع المحصلة. مومنت مبدئيا الار مكانها هي باينة كده تقريبا، ده الاف ار ده كده معرفش لسه مكانها، فافرض ان دي مسافة من الاكس وان دي مسافة من الواي معرفش هي بكام واجيب لها مومنت. ماشي المومنت ار اباوت ايه بيساوي ايه؟ ماشي هنا السهم ده اتجاه الموجب لفوق هو لتحت يبقى هو سالب، يبقى سالب الار قيمتها بكام على الواي 800 تمام مضروبة في المسافة العمودية اللي هي اكس. محدش يقول لي هكتب السالب بتاع دي، السالب بتاع دي ترمز للاتجاه فقط تمام، اما السالب بتاع دي بتاعت المومنت تمام، فدي غير دي او مش تبقى سالب موجب محدش يعمل كده. ماشي مضروبة في الاكس والواي بيقول لك الموجب يمشي كده وانت الواي ماشي كده يبقى انا ماشي عكس، يبقى دي سالب، يبقى سالب إيه الاكس اللي هي 600 مضروبة في المسافة بتاعتها قد ايه اللي هي دي اللي هي الواي. جميل ماشي احنا قلنا المومنت ار ايه بيساوي المومنت ايه، مومنت القوة بيساوي مومنت المحصلة. مومنت القوة سالب 13000 وهنا اكتبها سالب 800 اكس ناقص 600 واي. تمام مبدئيا ممكن اخد من هنا سالب عامل مشترك 800 اكس زائد 600 واي، يعني عكس الشرط دي وعكس الشرط دي هيبقى لك موجب بيساوي سالب 1300. طير السالب دي على السالب دي تمام واقسم المسألة كلها ايه على 100 هتديك 8 اكس زائد 6 واي يساوي 13. 8 اكس زائد 6 واي يساوي 13. ده كده بالنسبة للسؤال ده. كده حلينا 1 و2 و3 و4 يبقى لي ايه سؤالين. ناخد 26 و27 الأول. 26 و27 هنا فين 26 بيقول لي برضو البليس acting on the ماشي ABC عاوز يعرف ال resultant force وال resultant moment. تمام جميل ماشي. أول حاجة عاوز أعرف ال resultant force. أنا عندي ده 100 وده 1200 لازم أحولهم لكارتيزي. طيب عندي ده نسميه مثلا F1 بيساوي 100 مضروبة في اتجاهها اللي هي BD unit vector BD ماشي. وعندي تاني قوة اللي هي F2 بتساوي ايه 120 قيمتها في اتجاه ED. تمام ده كده أول حاجة عشان أحول ايه لكارتيزيان فيكتور. طيب عاوز بس أجيب هنا النقط، نجيب نقطة ايه، نقطة ايه مش على الإكس أكسس يبقى هي مشيت في الإكس بس 1.5 واي زائد 0 جي زائد 0 دي. طيب نقطة بي هي على زد أكسس فطلعت في زد بس يبقى 0 اي زائد 0 جي زائد كام في الكي طلعت 2 يبقى 2 كي. ماشي نقطة سي مشيت في الزد والواي مشيت قد ايه في الواي مشيت 2 يبقى 0 اي زائد 2 جي طلعت قد ايه طلعت 2 يبقى 2 كي. نقطة الدي مش هي على الواي اكسس فمشيت بس على الواي مشيت مقدار 2 يبقى 0 اي زائد 2 جي زائد 0 كي. دي النقط كلها عشان بس ايه يوم ما احب اعملها اجيبها على طول. ماشي اول حاجة عاوز اجيب نقطة خط بي دي اللي هو دي ناقص بي، دي ناقص بي 0 ناقص 0 ب0 2 ناقص 0 2 0 ناقص 2 ناقص 2 عايز اجيب لها ماجنتيود 2 بار 2 2 بار 2 2 2 روت الاتنين يبقى ده البي دي ماجنتيود 2 روت الاتنين. طيب اليونت فيكتور اقسم ده
على دول طبعا كده بزيرو. فالاف واحد نكتبها هنا كده، الاف واحد كارتيزيان فيكتور هتساوي 100 مضروبة في ايه بقى؟ في 0 اي. يبقى هي ايه؟ اول حاجة 0 اي. طيب 100 زائد ولا ناقص الجي زائد، يبقى زائد 100 مضروبة في اليونت فيكتور اللي هو 2 على 2 روت الاتنين، اللي هو على روت الاتنين يعني على طول، لان الاتنين حاطين مع الاتنين. طيب والكي بالسالب فتبقى سالب 100 برضو، بضرب دي في اليونت فيكتور على الكي اللي هو 2 على 2 روت الاتنين اللي هو على روت الاتنين برضو، ده في جي ده في كي. طيب هكتبها بخط نضيف 0 اي زائد 100 روت الاتنين جي ناقص 100 روت الاتنين كي. قلت مادام كاتب اي جي كي ما تطرحهمش من بعض وتجمعهم على بعض. طيب اف 2 عاوز اجيب لها نفس الكلام، عاوز اجيب ايه دي اللي هي دي ناقص ايه، دي ناقص ايه، 0 ناقص 1.5 سالب 1.5 اي، 2 ناقص 0 زائد 2 جي، 0 ناقص 0 0 ناقص 0 بزيرو 0 كي. الماجنتيود بتاعها اللي هو 1.5 باور 2 زائد 2 باور 2 هتديك 2.5.8 2.5.8. طيب هقسم ده مرة هنا مرة هنا كده جبت يونت فيكتور اضربه في 120، يبقى اف 2 بتساوي 120 سالب 1.5. تعالى نحسب 120 ضرب سالب 1.5 على 2.5 سالب 72 سالب 72. طيب 120 في 2 على 2.5 120 في 2 على 2.5 96 زائد 96 ماشي، والأخيرة بزيرو، يبقى ده اي وده جي ده زائد 0 كي. الريزلتنت بجمع الايات والجيات والكات مع بعض، ده زائد ده زي ما هو زائد ده زائد ده نحسبه 100 على 2 زائد 96 يديني 106.7 جي، وده اللي هي سالب 100 على روت 2 أو 100 على روت 2 يديك 50 اللي هي 70.71 كي. دي الار هل موجودة سالب وسالب، أو يبقى هي إجابتها سي. تمام. جبت أول مطلوب. تاني مطلوب عاوز المومنت بتاع الار، طيب أجيب المومنت ازاي؟ هو بيقول حوالين سي، إن هو قايل لي في السؤال حوالين سي. طيب عشان نجيب مومنت حوالين نقطة محتاج الار كارتيزيان فيكتور معايا، وعاوز برضه أجيب مسافة بين النقطة والار. طيب ماشي، يبقى أنا المومنت ار سي يساوي ديترمينانت هكتب اي سالب جي كي. سالب جي بتتكتب رسمي تبع الماتريكس. طيب آخر صف هي الار سالب 72 سالب 72 166.7 سالب 70.71. تمام. هنا عاوز مسافة بين الار والنقطة، المسافة تخرج من النقطة للار، من نقطة للار مش العكس. طيب الار انا معرفش مكانها فين، يعني هي خارجة كده تقريبا، بس اللي اعرفه اكيد ان هي لامسة دي، لان هما لامسين دي فاكيد هي مأثرة على دي. فانا عندي المسافة دي، طب ما اجيبها. المسافة دي هتبقى سي ناقص دي. ليه مش دي ناقص سي؟ لان انا قلت اخرج من النقطة، يبقى سي. يبقى انا عاوز اجيب سي دي اللي هي دي ناقص سي، عاوز اجيب مسافة دي سي دي كأني بشاور على القوس. طيب الدي بزيرو، 0 ناقص 0 بزيرو ار، 2 ناقص 2 بزيرو جي، 0 ناقص 2 ناقص 2 كي. تمام. طيب انا عندي هنا 0 0 ناقص 2. طيب هنعمل ماتريكس، نحط اي افتح براكت اشطب على ده وده، 0 في رقم بزيرو ناقص ده في ده، ده في ده اللي هو 2 سالب 2 في 166 ثانية، سالب 2 في 166.7 ديك سالب 333.4. طيب ناقص الجي، ناقص الجي تنزل زي ما هي، هفتح براكت اشطب ده وده، 0 0 برقم ناقص، عشان بقول ده في ده ناقص ده في ده، فبكتب الناقص دي بتاعت اللي هو ناقص
طيب ده في ده بقى هيبقى 2 لأن السالب مع السالب هيطير، يديني 144. طيب زائد الكي، نفتح براكت تشطب على ده وده، 0 في 0 في 0 في 0 في 0. طيب يبقى أنا المومنت ار سي بيساوي ايه؟ بيساوي 3 اي زائد بقى عشان ناقص في ناقص 144 جي زائد 0 كي. طيب دي مش موجودة، متنساش أنا عندي هنا مومنت جاهز لازم أعمله، لازم أحلل المومنت ده. طيب المومنت ده أحلله ازاي؟ طيب المومنت ده عادي ممكن أعتبر إن ده مثلث الوتر بتاعه بس ناقصه 1.5 باور 2 زائد 2 زائد 2 باور 2 هتديك 2.5، يبقى وتر قيمته 2.5، وأنا معايا دي سيتا مثلا، ماشي، فعاوز أحلله، فهتبقى فوق كام؟ هتبقى فوق 180. طبعا دي المثلث قريب للواي، فيبقى هو الكوزاين اللي هو 2 على 2.5. طيب وعلى الإكس، على الإكس هتبقى 180 مضروب في 1.5 على اللي هي ساين 1.5 على 2.5. طيب يبقى أنا عندي المومنت عند الواي بيساوي كام؟ تعالى نحسبها على الآلة، 180 مضروبة في 2 على 2.5 تديك 144. ده في الزد عموما مش في الواي، اوكي، ده في الزد، ده محور الزد اللي فوق. طيب ماشي، ماشي فوق 1.5، ده في سالب الإكس بقى 108. ده المومنت هو إكس. اتجاه المومنت إيه بقى؟ بص أنا عندي السهم إيه؟ بيلف كده أهو ولا كده أهو؟ بيلف كده أهو. ما علينا، أنا رسمه صح؟ المفروض إن أنا رسمه صح. طيب ماشي، نجمعهم على بعض، ام ار سي هنا هتبقى 144 جي زائد الكي اللي هو 144 كي. دول كنت بنقصهم من بعض وكان في لعب في الإشارة، دايما الكتاب كان غلطان في إشارة المومنت، عشان المفروض أنقص دي من دي، أنقص دي من دي فتطلع لي، تمام، وأنقص دي من دي فتطلع لي، وده اللي هو محكوم عليه. يعني احنا دلوقتي عندنا أصلا اختيارين، يا إما ده يا إما ده، فهو على حسب الإشارة. فأنا هشوف الحوار ده تاني، تمام، بتاع الاتجاه، وأقول لكم إجابتها هتبقى إيه، هعمل أني ناقص أني، تمام. هما يعني لما نقصهم من بعض هتديك 255، وده اللي كان عطلني امبارح ان انا ما بقتش عارف الاشاره دي اجيبها منين، يا اما هو غلطان يا اما انا غلطان. فلو حد يعرف ممكن يبعت لي، وانا كده هشوف الموضوع واكتبه في وصف الفيديو. وصف الفيديو ده مهم عشان السؤال ده، سؤال 26 27 26 حليناه. هو بخصوص السؤال ده احنا قلت هنا ان انا مش عارف بجمعهم ولا بطرحهم، بس هو الموضوع طلع بسيط. انا هنا لما حللت 180 قلت لكم ان هي هتبقى سهمها لورا، فده سالب، تمام، وده موجب، فاعمل ده ناقص ده، تمام، فتطلع معايا ان هو ده عكس الاتجاه يعني، فده ناقص ده، ده ناقص 180 هتديك اهي، حتى بص 3.4 ناقص 180 108 تديك 255. فالإجابة اللي فيها 255.4 أوي، اللي كلها بوزيتيف. ثانية هقول لكم هي كام دلوقتي، افتح الامتحان، يا كان سؤال 26 ده اهو، هتبقى ايه، بي قصدي، اللي كلهم بوزيتيف.